السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية رز صيادية ومعاهم طاجن سمك. وهنشوف كده ان شاء الله هنعمل ايه حاجة كده ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة هنجيب حلة ونرفعها على النار وننزل بشوية زيت ونسخنهم. في الوقت ده نكون جبنا الرز وغسلناه كويس وصفيناه من المية. هننزل ببصلايه مبشوره كبيره، هنقلبها كذا تقليبه لحد ما تدينا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بنستنى على البصلايه لحد ما لونها يبقى بني غامق. على العين التانية هنكون رفعنا حله صغيره فيها شويه سكر، عايزين شويه السكر دول يتكرملوا معانا. في الوقت اللي البصلايه خلاص كده اتحمرت معانا فيه، هننزل بنص كوبايه من الميه، هنقلبها كويس. نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الملح، معلقتين السكر كده تكرملوا معانا، 3 معالق سكر صغيرين. بعد ما تكرمل معانا وتكرملوا هننزل بيهم على الخلطه دي. نزلنا بالسكر لما تكرمل معانا، بالكراميل اللي معانا على البصل. وبعد كده بعد ما تغلي معانا وتتسبك هننزل بكميه الميه الباقيه، وبعدين قرنين فلفل كده مقطعينهم قطع صغيره، فلفل الوان. لما تغلي الميه هننزل بالرز بعد ما نكون غسلناه كذا غسله. هنقلب الرز بالميه كويس، وبعد كده هنسيبه لحد ما يتشرب. الرز معانا كده اتشرب الميه، هنبدا نوطي النار خالص وعلى نار هاديه هنسيبه يستوي ويكمل سواه. وزي ما انتوا شايفين الرز اهو قدامكم استوى ما شاء الله، وشايفين قد ايه هو ما شاء الله مفلفل وجميل. يا ريت اللي بيشاهد الفيديو معايا دلوقتي يدوس لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس. هنروح بقى على السمك دلوقتي. كان معانا كيلو سمك متنضف، غسلناه غسله كويسه وحطينا عليه شويه ميه، حطينا عليه شويه ملح وليمون. وبعد فتره غسلناه، وبعد كده حشيناه الحشو بتاع السمك اللي احنا عارفينه، الدقه بتاعتنا ثوم وكمون، وقطعنا شرايح بصل وعصرنا عليه ليمون، شويه فلفل اسود، وتبلناه سيبناه في التتبيله دي شويه. وبعد كده شيلناه في جريل او في اي طاسه كبيره معانا، هنمسحها بس بمنديل كده بشويه زيت، ونبدا ننزل السمك من غير زيت ولا اي حاجه خالص. كان معانا عايزين نعمل بابا غنوج جنبيه، نزلنا بالبتنجانيه كده، قلنا نشويها بالمره جنبه نفس الطاسه او الجريل اللي موجوده عندك المتاحه يعني. شويه زيت صغيره خالص كده على الوش، بس اهم حاجه ان الجريله تكون سخنه قوي، نسخنها، او الطاسه اللي انت هتشوي فيها هتقلي فيها. بصوا قلبناه على الوش التاني، بصوا السمك ما شاء الله ما لزقش معانا ولا اي حاجه خالص، وكمان صحي بدون زيت او اي اضافات تانية. الميه بتاعت التتبيله بتاعت البصل والفلفل والملح والكمون كانت اتبقت معانا، فانا بزودها بعد ما بلاقي ان السمك يعني ادانا اللون القلي اللي قدامكم. نزلنا بشويه الميه وبعد كده دخلناه الفرن، ونولع الشوايه من فوق. ولما او يعني الوش يتحمر معانا نبدا نقلبه على الوش التاني، ونرجع نحط له برده شويه زيت تانيين، ونرجع ندخله برده الفرن. هنروح بقى على البتنجانيه كده اتشوت معانا، طلعناها وغسلناها كويس تحت ميه الحنفيه وقشرناها. هننزل بشويه فلفل الوان ومعلقه عصير ليمون،
عصرنا عليها ليمونه، معلقه شطه حمراء مفرومه، نص معلقه كمون مطحون، معلقه طحينه، شويه ملح، شويه زيت، هنقلب الخليط ده كله. ولو ما عندك هاند بلندر هناخده كده معانا ضربتين كده. خلاص خلصنا البابا غنوج. هنروح على السمك، طلعناه حطيناه في ورقه زبده وغطيناه بورق ألمونيوم وسيبناه شويه حوالي 10 دقايق. وده السمك شكله بعد ما طلعناه من الفرن. بصوا بسم الله ما شاء الله اتقلى ازاي من غير زيت كتير ولا ندخن ولا اي حاجه مضره على صحتنا، واتعمل معانا بكل سهوله، وفي 10 دقايق بيكون جاهز معانا ما شاء الله. طعمه بجد تحفه، يعني حاجه روعه، هيعجبكم جدا وكمان صحي ويوفر كمان معانا الزيت، وفي نفس الوقت بيحافظ على صحتنا من كتر من يعني من المقليات والزيوت اللي بتأثر علينا طبعا تأثير سلبي. السمك معانا شايفينه ما شاء الله ادانا اللون الجميل الذهبي ازاي، واتقلى معانا مجرد بس ما قلبناه على وشين. خلص معانا كده السمك ما شاء الله. والرز كمان زي ما انتم شايفين قدمناه في طبق التقديم ما شاء الله، والبابا غنوج عملناه وقدمناه حطيناه في الطبق معانا. وخلصت معانا الاكله النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وتدوسوا لايك. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.